سريعا كده عشان نتكلم على العرض المقدم من جانب نادي الشباب السعودي لاحمد سيد زيزو وموقف نادي الزمالك تجاه العرض ده. هل الزمالك هيوافق على رحيل زيزو ولا الزمالك هيرفض العرض شكلا وموضوعا؟ موضوع زيزو دلوقتي اصبح موضوع شائك جدا في ظل ان الزمالك عنده ضغوطات كبيره، عنده وقف قيد، عنده ازمه مستحقات لعيبه، عنده لعيبه مهمه جدا جدا لازم يتم التجديد ليها خلال الفتره اللي جايه زي ابو الفتوح وزي محمد صبحي وغيره، وعنده ازمه قيد، كلام اللي انتوا عارفينه. نادي الشباب السعودي قدم عرض رسمي لنادي الزمالك بمقابل 6 مليون دولار لنادي الزمالك و10 مليون دولار لاحمد سيد زيزو كراتب على مدار 3 سنين. طبعا عرض مغري جدا للنادي وعرض مغري جدا جدا لاحمد سيد زيزو. ده اللي مخلي اللاعب متشبث بشكل رهيب ان هو ينتقل من حيث الماده، ان طبعا بيأمن مستقبله بشكل كبير جدا. بتتكلم في حوالي 400 مليون جنيه على مدار 3 سنين، زائد ان على المستوى الفني الريتم والاداء والاهتمام والنجوميه الكبيره اللي موجوده في الوقت الحالي على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى كل حاجه في الكوره موجوده في الدوري السعودي. نجوم ولعيبه على اعلى مستوى وميزانيه ضخمه بشكل كبير جدا، ووجود زيزو في دوري زي دوري روشين السنه اللي جايه هتفرق معاه هو كلاعب بشكل غير طبيعي، وهتعلي من الماركت فاليو بتاعه بطريقه رهيبه. وفي نفس الوقت هتفرق مع نادي الزمالك، لان بيع احمد سيد زيزو هو بيع مضطر ان هو ياخد فيه الريسك، ومضطر ان هو يفهم، او مش محتاج ان هو يفهم الجمهور، لان الناس واعيه وفاهمه ان رحيل زيزو بيعني النادي الزمالك خروج من الازمه، وان هو طوق نجاه، لان الزمالك في موقف صعب، والزمالك محتاج انفراجه ماليه ان هو ياخد الفلوس ويبدا ان هو يحل بيها المشاكل والازمات بتاعته. ويقدر الزمالك زي ما صنع زيزو وكبر زيزو وكبر نجوميته وعمل امام عاشور وكبر امام عاشور وغيرهم من اللعيبه، يقدر يجيب لعيبه برضه ويكبر، لان الزمالك دايما في الحته دي بيشتغل كويس قوي، عنده عين كويسه وبيعرف ان هو يجيب عناصر جامده تعمل طفره كبيره جدا على مستوى الكوره. لكن في النهايه الزمالك حط شروط معينه للموافقه على رحيل احمد زيزو. ايه هي الشروط دي؟ الشرط الاولاني ان زيزو يعمل فيديو مسجل صوت وصوره يقول فيه ان هو اللي طالب ان هو يمشي من نادي الزمالك، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو يمضي ويقول برضو في الفيديو الصوتي ان هو خد كل مستحقاته السابقه والمتبقيه واللي جايه وكل حاجه في نادي الزمالك، ومالوش اي حق داخل نادي الزمالك على المستوى المادي. الحاجه الثالثه ودي برضو مهمه جدا، ان الزمالك عايز 10 مليون دولار بدل 6 مليون دولار. لا يا عم زيزو، 6 مليون دول مش هيعملوا لي حاجه، انا عايز 10 مليون عشان امسك كده مبلغ محترم، 400 مليون 370 مليون احل بيه الاخضر واليابس. رقم 4 وده مهم جدا، هيحطوا شرط بعدم عودته للنادي الاهلي، زي ما الاهلي عمل في محمد شريف كده، يحطوا شرط جزائي ان لو رجعت على النادي الاهلي الزمالك ياخد فيك مبلغ جامد جدا ونحط نسبة بيع.